እስላማዊ ስቱዲዮ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها المسلمون، تكبرته عندما نهتوج إن شاء الله تعالى القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري كتنك الملكتلا لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة سل زكاة جلسة بيان مدرج بيت مصحفنا ومقرافنا. شيخ عبد الله رحمة الله عليه أكهداتشو عندما نيوم تلالق لقاونتات بعقيدة ويم بهول الشهادة وسجبتو بطهارة صلاة بلون ولا زكاة يمتو قالوا هي دقمو حديثهم نبي صلى الله عليه وسلم من سيلو ينقرالو: الإسلام مسلمنا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مسلمنا الله عندنا هنا نبي صلى الله عليه وسلم يا الله من تنيم هنا تشوم مسكر كزم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. صلاة مسكر الناس ومن مسوم بلو جلس أسكمت والبزا أكهرنا شيخاتنا رحمة الله عليه يهدو يالونا إن شاء الله قطعين ملكة. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله بكتاب الزكاة كاتناككو كترسو بهالا الكلام نقرن على الطهارة والصلاة. بطهارنا بصلاة لنسهنا بتملكة وضوء كتبتنا تيممن بمياتك على اللبت ملكو، والصلاة سل صلاة أتكالي مسفرتوچننا أركانوچن بتملكتم تياز هقوچن اسك جنازة ويدم اسك صلاة الجنازة باللو هيك كترسو بهالا شرعا كتتاقبو كعادة المؤلفين عند كتاب الزكاة علموت لمات في الكلام على الزكاة بزكالي لمن ناقر كتتا جمرو، وهي زكاة بلو مالت اسم سمنو لما يخرج سلم يوطا عن مال أو بدن سلا جنزب ميهون سلا سونت أو يجنزب زكاة نقلل عند بر عند ورق عند أهل أتكالي حلم سيهون يسون الزكاة دقمو يفطران زكاة يميان ملاكتنا على وجه مخصوص بتلي ملكو ليوب هنا ملكو. فقال رحمه الله عندهم مال فصل في بيان أحكام الزكاة. سلا الزكاة هقوتشن يمي أبرار رأسنا سلا زكاة هقوتشن أحكام هقوتش ويم هققاتوش يميلون ترقامي تكال يعني. وتجب الزكاة زكاة واجب هنالت في أنواع مخصوصة ليوب هنو أينتوش من الأموال كجنزبوش وفي البدن وسونة ملاي. وبدأ الكلام على الأموال كرميام سلا جنزب زكاة من ناقر جمرو فقرر عندهم سلو الرقاقتو أنها تجب في الأنعام من البهائم كبيت انسساوش بانسساوش واجبي هنال، وهي النسم الإبل عندنا جمل عرابا የአረቦች አንድ ሻኛ ብቻ ያለው ግመል ሲሆን ወበኻቲ የሁንም ባለ ሁለት ሻኛ ግመል በእነሱ ላይ ግዴታ ነው ማለት ግመል የሚለው ቃል ሁሉንም የሚያጠቃልለው ሲሆን አንድ ሻኛም ያለው ይሁን ሁለት ሻኛ ያለውም ቢሆን ሁሉም ላይ ለማለት ነው። እና وكذلك والبقر ከከብትም ومنها الجواميس ጎሽ የምንለውም ከዚሁ ከብት ከሚለው ይገባል። والغنم كفيل ضأنا ومعزا كباقم عينت كفيلم عينت بديتانو. وتجب هنا واجب هنا في ثمار النخل والكرمة كويننا كتمر فري كتمرنا كوين قديته هنا لنا أي التمري والزبيب. نعم سلزي بتمرنا بوين بتمرنا بوين قديتانو. هنا وتجب قديته هنا للزكاة في الزروع المقتاتة ቀለብ በሚደረጉ አዝርኢቶች አይለቲ يتخذها الناس قوتا ሰዎች ቀለብ አድርገው ከሚይዙት يقوم به البدن ሰውነታችን የሚቆምበትና የሚረጋጋበት ይሆነ ማለት ነው። ወይም ግንባታን እናገኝበት ይሆነ ባይሆን ይህ ሲባል بشرط ان يكون اتخاذهم لها ለዚህ ለአዝርኢት ሰዎች ቀለብ አድርገው መያዛቸው በመሆን መስፈርት ነው። حالة الاختيار
በምቾት ወይም በምርጫ ጊዜ የሚበላጠው ምናምን ድርቅ ሆኖባቸው ምናምን ነገር ሳይሆን ይልቁንም መርጠውና ፈልገው ሌሎች ምግቦችንም በሚያገኙበት ጊዜ ቀለብ ከሚደረገው አይነት وذلك يام ለምሳሌ ከልሂንጣ እንደ ስንዴ ያለ والشعير ገብስ والحمص ሽምብራ والفول باقيلا بخلاف ما لا يقتات ቀለብ ማይደረገው ሲቀር إلا حالة الضرورة በችግርና ድርቅ ጊዜ ቢሆን እንጂ ለምሳሌ ከልህልባ እንደ አብሽ ያለ እነሱ ናቸው በድርቅ ጊዜ እንጂ ወይም በመከራ ጊዜ የሚበላ ጠፍቶ ምናምን እንጂ በምቾት ጊዜ ላይ ቀለብ ከሚደረገው አይነት አጠቃላይ ግዴታ ይሆናል ሌላኛው ወተጅቡ في النقدين ከብርና ከወርቅም ዘካ ዋጅብ ነው وهما الذهب والفضة المضروبان የተሰሩ የተቀለጡ የሆኑ مع الخلاف ልዩነት ከመገኘቱ ጋር في الحلي المباح منهما ከወርቅና ከብር በቂ በሆኑ የጌጥ ብርና ወርቆች ላይ خلاف ከመኖሩ ጋር ማለት ነው الحلي المباح የምንለው በሸሪዓችን ጌጥነቱ የተፈቀደ የጌጥ አይነት ሲሆን እሱ ዘካ ዋጅብ ከሚሆንበት የገንዘብ መጠን ከደረሰ ዘካ አለ ወይስ የለም የሚለው በሱ ላይ خلاف ይኖራል በዛ ላይ ማለት ነው ወተጅቡ አሁንም ዋጅብ ትሆናለች في المعدن والركاز معدن ማለት ማዕድን ማለት ነው ይሄ አላህ ጀለ ወዐላ የፈጠረው ቦታ የሚገኝበት የተፈለፈለ የሚወጣው የወርቅ አይነት ማዕድን ይባላል ሪካዝ ደግሞ ጃሂልዮች ድሮ ጊዜ ወደ ጦር ዘመቻ ሲሄዱ ወይም እንደ ድልብ አድርገው የሚያስቀምጡበት ቦታ አላቸው እየቀበሩ ያ ሪካዝ ይባላል منهما ከብርና ከወርቅ فأما المعدن معدن ያልነው فهو ما كان منهما አሁንም ከብርና ከወርቅ የሆነ ነው مستخرجا يتوطا من المكان الذي كذا ቦታ خلقهم الله فيه الله ከሱ ላይ ከቦታው ላይ የፈጠራቸው ይሆነ فتجب فيهم الزكاة زكاة واجب يሆናል በእነሱ ላይ بعد تنقية من التراب ካፈሩ ከተጣራና በደንብ አድርገው ከተወለወለ በኋላ አፈሩ ጥርት ይደረጋል ከዛ ይመዘናል ከሞላ ማለት ነው وأما الركاز ما كهون فهو دفين الجاهلية الجاهلية يكبر سيهن من الذهب والفضة أو الفضة كبر ويم كورك وتجب الزكاة أيضا أهونم زكاة واجب هنا في أموال التجارة بشكأت جنزبوش بنقد جنزبوش أموال جمع مال جنزبوش مليون قال يتكال أي في الأموال التي بنزا جنزبوش لا زكاة في أعيانها بذاتها لا زكاة يلم إن قلبها شخص عند سو يميقل بابتات كهونا إن قلبها شخص عند سو حق لبابتا لغرض الربح لترف قداي ترفن تسابي بمدرك بنية التجارة نقدنم بماسبنا بماكد كما إذا فعل ذلك هالنقر يسهران يمثل بالثياب بجرق أو السكر وين بسكر أو الملح وين أو الخيل وين بفرس وإذا مهنهم بمثل ونحو ذلك نعم أهون كلاي لا زكاة في أعيانها سبال أهون كبتنا في يركها لا لفار الله نسو ንግድጋት ተቆራኛቸው ቁጥራቸው ከሞላ ከነሱ ነው እንትን የምትለው ነገር ግን ሆይ ሸቀጥ ሲባል ከዛታቸው ላይ እስካሁን ከላይ ከተጠቀሱት ውጭ ሆነው በሸቀጥና በንግዱ ዓለም ብቻ ስለተንቀሳቀሰ በሚያተርፈው ትርፍ ላይ ወደ ደሃዎች ተመላሽ የሆነ ገንዘብ እንዲገኝለት ነው ያክል ምቹ እንደሆነ ለዚህ ትውልድ ለዚህ ኡማ አጠቃላይ ለበኒ አደሞች የተዘረጋ ትክክለኛ ፍትሃዊ መርህ መሆኑን የምንገነዘብበት ድንቅ ህግ ነው ሀብታሞች ደሃዎች መጠቀም ስላለባቸው ሊበሉ ይገባል እነሱም መቸገር የለባቸውም ይሄ ዱንያ ነው ያለነው አኺራ ስላልሆነ ስለዚህ ከወንጀል ነፃ የምንሆንበትም እንደመሆኑ ማለት ነው واما زكاه البدن يسون الزكاه فهي زكاه الفطر اسم الفطر زكاه ነው وياتي الكلام عليها ان شاء الله وده في الله ስለ ፍጥራ زكاه በያኑ ይመጣልሃል وبعد ان بين المصنف رحمه الله الكتاب الزجاج كجلصوا بهوالا وبعد أن بين المصنف رحمه الله كجلصوا لهم بهوالا الأموال التي تجب فيها الزكاة زكاة واجب يهونبتن ገንዘቦች الأموال التي እነዛን ገንዘቦችን تجب فيها الزكاة زكاة ግዴታ የሚሆኑበትን የገንዘብ አይነቶች ከገለጹልን ከነገሩን በኋላ شرع في الكلام على شروط وجوب الزكاة في كل منها እያንዳንዳቸው እንዴትና በምን ሁኔታ ዘካ ዋጅብ እንደሚሆን ለመናገር ጀመሩ فقال قالوا واول نصاب الابل يجمل
ቁጥር የመጀመሪያው ሒሳብ ግዴታ የሚሆንበት አይ አወሉ ቀድሪን የመጀመሪያው መጠን ተጅቡ ፊህ ዘካቱ ዘካ ግዴታ የሚሆንበት ዐላ መን መለከ ሸይአን አንዳችን የተወሰነን የመለከ ንብረቱ ያደረገ ሰው ነው ሚነል ኢቢሊ ከግመል 55 نعم ከግመል 5 ግመሎችን የመለከ ወይም የራሱ ንብረት ያደረገ ሰው ልብ በል ይሄ ሲባል 5 ግመል ሲባል ለማርባት ወይም እንደዛ አይደለም ወደፊት ላይ መስፈርቶች ይመጣሉ ያው አፈውን ለንግድ ወይም ለስራ ሳይሆን ለርቢ የፈለጋቸው ሲሆኑ ነው ይሄን ወደፊት ላይ ለሁሉ ሊነግሩ ነው ማለት ነው ወአወሉ ኒሳብ البقر የከብት የዘካ መጠን መነሻው 30 ሲሞሉ ነው وأول نصاب الغنم يفيل قطر قدتها من هنبت كنز متن 40 سيهونو فلا زكاة قبل ذلك كزيه كالنزي بستفيت عن كالنهشو بستفيت بالو متن لي زكاة اللم أي قبل بلوغ الإبل والبقر والغنم العدد المذكور جملم كبتم فيلم كتكسن قطر متن بتاجك هنا يلباتهم نسفرتوش متو ولا بد هون يقدنا في وجوب الزكاة زكاة واجب يهون زندا من مضي الحولي أمت مزور على لبت كبت في لما جمل عجينه الجبا أمت لزراتي جبال دي كنا بس من كان زكاة أتبال منه أي من مضي سنة قمرية ترى بجرك أقطع وإذا بجرك أوي بهون أمت أقطع أمت لمولاتي جبال بعد ذلك أي بعد النصاب قطرات شو كم ولا بها الأمس جمل 3 كبتنا 4 فيل ما لسنا ሁለተኛ ወላ ቡዳ አይዳ አሁንም ግዴታ ነው ሊወጁቢ አዘካት ፊል አንዓም በእንስሳዎች ላይ ዘካ ዋጅብ ይሆን ዘንዳ በእንስሳዎች ላይ ዘካ ዋጅብ ይሆን ዘንዳ ግዴታ ነው من الصوم ከመታረን አይ ረዕይ መጠበቅ አለባቸው من المالك او نائبه ባለቤቱም ይሁን ወይ ደግሞ ባለቤቱ እንዲጠብቅለት ያደረገው ግለሰብ አለ ልጅም ይሁን ሌላም ሰው ይሁን مثلا حتى እየከፈለ የሚያስጠብቅ ማለት ነው ፊከለኢን ሙባሂን በቂ በሆነ ግጦሽ ቦታ ፊከለኢን በግጦሽ ቦታ ሙባሂን በቂ ሆነ አይ አን يرعها مالكها ባለቤቱ ሊጠብቃት አው መን አዚነ له المالك ወይም ባለቤቱ የፈቀደለ ግለሰብ ያን ፊከለኢን ሙባሂን በቂ በሆነ ግጦሽ ላይ አይ መርዓን በግጦሽ ቦታ የሽተሪኩ الناس فيه ሰዎች በሱ ላይ የሚጋሩበት ይሆናል አሁን አንድ ቦታ ላይ ካያችሁ ሰፊ ሆነ ግጦሽ ቦታ ላይ አለ አይደለ ይሄ ሰፊ ሆነ የግጦሽ ቦታ ሀገሩ ላይ ያለው እንስሳዎች በሙሉ እሱ ቦታ ላይ ይውላሉ ማለት ነው እከሌ ነው የሚል ባለቤት የለውም ልክ እዛ ቦታ ላይ ዘካ ግዴታ ይሆን ዘንዳ የሚጠበቁ መሆን አለባቸው ወላ ማሊከ ለሁ من الناس مخصوص ልዩ ሆነ ከሰዎችም ባለቤት የሌለው ወላ ማሊከ ለሁ እርሱ ባለቤት የለውም من الناس ከሰዎች مخصوص የተለየ ሆነ ይሄ እኮ የከሌ ነው የከሌ እርሻ ነው የከሌ መሬት ነው የማይባል ነው فلا زكاة زكاة የለም في الانعام المعلوفة በሚቀለብ እንስሳ አው ይሳኢመቲ ቢነፍሲሃ ወይም ራሷን በመጠበቅ እንስሳ ጧት ወጥተህ ወደ እርሻ ምናምን ብለህ ትመለሳለህ ማታ እነሱ ይመለሳሉ ማታ ሲበሉ ውለው ዱር ላይ ጫካ ላይ ከዛ ማታ ላይ ወደ ቤት ይገባሉ ማለት ነው ይሄ ዘካ የለም ወይም በወጪ ማዕሉፋ በወጪ ራስህ ወጪ አውጥተህ ገንዘብ እየገዛህ በመትቀልበው ላይ በዛ ላይም ዘካ የለም ولا بد للوجوب ايضا اهنم زكاه واجب يهون زندا ግዴታ ነው من الا تكون الانعام السائمه ነዛ የሚጠበቁት የሚሰማሩት እንስሳዎች ላይ ሆኖ ዓሚለተን ሰራተኛ እንዳይሆኑ ግመል ለጭነት ከብት ለማረስ ፍየልና በግም ከሆኑ ደግሞ ሌላን ስራ የሚሰሩ ስራ ካላቸው ለዛ ማለት ነው في نضح وهم በማጋዝ في نضح ماء او حرث ارض ምድርን ለማረስ የሚሆን ወይ ደግሞ ውሃን ለማመላለስ ሊሆን ይችላል ወይ ሌሎች ነገሮችን እንጨትም ይሁን ከሰልም ይሁን ምን ለዚህ ለስራ የተዘጋጁ መሆን የለባቸው فالعامله ስራ የሚሰሩት ሰራተኛዋ في نحو الحرث በእርሻ በሚመስል እና በሌሎችም لا زكاة فيها በሱ ላይ ከሆነ ዘካ የለም ማለት ነው نعم فيجب قديتها ነው في كل 50 من الابل شاة فيجب قديتها ነው في كل 50 ከያንዳንዱ 5 من الابل ከግመል ሻቱን አንድ ፍየል ማለት ነው ኢልሙዲን ኢስላማዊ ስቱዲዮ